طبعا الجو حر ومش قادرين نقف كتير نعمل اكلات كده يعني. بنحاول نستسهل على قد ما نقدر الاكلات السهلة البسيطة والسريعة الخفيفة. بس ده مش معناه ان احنا مش هنعمل اكلة حلوة، ممكن نعمل كل الخطوات دي وتطلع لنا كمان اكلة حلوة جدا جدا، وهتكون اكلة مطاعم. هعمل معاكم النهاردة الكبسة، وزي ما اتفقنا مع بعض هنعملها في حلة واحدة. اولا هتكون سريعة جدا بسيطة خفيفة، مش هتوقفنا كتير في الحر ولا في المطبخ. معاكم هلا ابو بكر. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، وتعالوا بينا نقول بسم الله ونبدأ على طول. حلة عندي على النار، وهحط معلقتين كبار من الزيت، وزي ما اتفقت معاكم كلها هتتعمل في حلة واحدة. وهحط عليها كمان معلقتين كبار من السمنة، هيسيحوا كويس والحلة عندي تكون سخنة جدا. هبتدي انزل بقى باللحمة بتاعتي، وانا هنا مستخدمة كيلو من اللحمة. طبعا كمية اللحمة دي انتوا بتحددوها على حسب عددكم زي ما انتوا عايزين. احنا هنا مفيش مقدار عندنا ثابت في الوصفة، يعني اللحمة وبعد كده الرز هيكون على حسب العدد اللي عندكم. زي ما انتوا شايفين اللحمة عندي حمرة خالص. مش بفضل ده طبعا، بس ولادي بيحبوا اللحمة تكون حمرة كده. يعني يا ريت لو انت عندك اللحمة فيها دهون، اللحمة اللي بتبقى فيها ابيض على احمر كده دي بتبقى طعمها تحفة. ويا سلام كمان لو هتبقى ضاني، هتبقى في حتة تانية خالص. احلى حاجة عملت بيها الكبسة حرفيا كانت اللحمة الضاني. خلاص كده هبتدي انزل بقى بالتوابل بتاعتي، وهي تكون توابل صحيحه. عندي طبعا اللوم اللي هو الليمون المجفف، والقرفه الخشب، واللوري والحبهان والقرنفل كمان. هنزل بيهم على اللحمه، وهبتدي بعد كده اقلب اللحمه. هستنى كده حوالي 5 دقايق، يعني احس ان اللحمه بدات تاخد اللون الذهبي الغامق من تحت تحمر يعني، وابتدي اقلب. نخلي بالنا من الخطوه دي كويس قوي. الحله عندي هتكون سخنه، وهقلب اللحمه. انا عايزه هنا اللحمه بتاعتي كلها تاخد يعني اللون البني الغامق او الذهبي الغامق من الناحيتين، تتحمر كويس قوي يعني. خلاص هبتدي بعد كده بقى اضيف حوالي بصلايه او بصلتين، آه متقطعين صغير مش مبشورين، متقطعين مكعبات صغيره. انا مش عايزه البصل عندي هنا مبشور. وهبتدي بقى اقلب اللحمه. زي ما انتوا شايفين كده اخدت لون حلو من تحت، وده اللون اللي عايزاه تاخدوا اللحمه كلها. هبتدي سايباها على البصل، مع البصل يعني. النار عندي هنا هتكون متوسطة بعد إضافة البصل، لأن أنا مش عايزة البصل يتحرق. أنا عايزة البصل ياخد عندي اللون المكرمل الحلو ده من لون اللحمة، والصوص اللي نازل من اللحمة أنا مش عايزاه يتحرق، هيدبل وياخد اللون ده مش أكتر. وفي نفس الوقت التقليب المستمر دوت للحمة هيحمرها لي من كل الجوانب، وده المطلوب. أنا عايزة اللحمة عندي تبقى متحمرة تماما من كل ناحية، ولونها زي ما قلت لكم ذهبي غامق. زي ما انتوا شايفين كده البصل عندي بدأ يدبل، بس لسه ما اخدش اللون الذهبي او اللون المكرمل. واللحمه كمان بدأت تتحمر. هسيبها حوالي 5 دقايق كمان، وهديها تقليبه كمان، وهيكون وصلت عندي للون اللي انا عايزاه. زي ما انتوا شايفين كده ده اللون المطلوب. بصوا اللحمه ما شاء الله اتحمرت من كل ناحيه، والبصل اخد لون حلو جدا. خلي بالكم البصل هنا زي ما اتفقنا مش متحروق ولا اي حاجه، البصل مكرمل. البصل لو اتحروق معانا هيدي طعم مرارة سيء جدا جدا. بعد كده بقى هبتدي اجيب ميه مغليه، هحط هنا مثلا نص كوبايه او كوبايه بكوبايه. زي ما انتوا واخدين بالكم الميه عندي ما غطتش اللحمه خالص، هي كانت بين اللحمه. ليه ما غطتش اللحمه؟ عشان عايزاها تستوي براحتها. لو غطيت اللحمه بالميه تبقى زيها زي اللحمه المسلوقه، وده انا مش عايزاه طبعا. اول ما الميه بتنشف بديها كمان شويه كمان من الميه السخنه، نص كوبايه بقى كوبايه زي ما تاخد معايا، بس مش عايزين نزود، يعني شويه صغيرين بشويه صغيرين. وبفضل متبعه نفس الاسلوب دوت لحد ما اللحمه عندي تستوي تماما. بغطي عليها، واول ما الميه تتشرب ازودها ميه تاني شويه شويه. اهم حاجه الميه عندي تبقى سخنه او مغليه، لان الميه لو بارده هتعيد تسويه اللحمه من الاول. نخلي بالنا من النقطه دي كويس قوي. بصوا كل ما اللحمه بتشرب الميه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بايه بديها ميه تاني. بس خلاص كده انا كنت شربتها حوالي 3 مرات. وخلاص ما شاء الله استوت تماما. كل مرة بشربها كانت بتقعد عندي حوالي ربع ساعة على الأقل. خلاص بعد كده هبتدي أجيب بقى معلقة من الكركم، وهبتدي أحطها على اللحمة، وهبتدي أقلب كويس. يبقى أنا هنا فضلت أزود مية نص كوباية في نص كوباية لحد ما اللحمة عندي استوت خالص. أنا مش عايزاها حتى 3/4 سوا. أنا بحب في وصفات اللحمة وبالذات الكبسة والبكبكة والحاجات دي تكون اللحمة مستوية تماما. لما قلبتها خلاص كده تمام، انا شفت اللحمه استوت، حطيت الكركم وقلبته. ازود بقى مقدار من الميه المغليه، والمقدار ده ليه؟ علشان هضيف الرز عندي.
الرز عندي هنا انا مستخدمه نص كيلو. بس قبل ما اضيف الرز هحط بقى الملح بتاعي وكمان مكعب من المرق. لو عندكم بهارات كبسة تقدروا تحطوا معلقة كبيرة منها وتستغنوا عن مكعب المرق، وكمان شوية من القرفة الناعمة. خلاص كده. لو عندكم بهارات كبسة تقدروا تستغنوا عن القرفة الناعمة ومكعب المرق، بس انا ما كانش عندي فحطيت مكعب المرق ده وشوية من القرفة الناعمة. هدوق الملح بتاعي واظبطه كده. خلاص تمام. هسيب بقى المية عندي تغلي. طبعا ما حطيناش فلفل اسود، نحط فلفل اسود. وفي الوقت ده انا هكون غاسله الرز بتاعي، مش نقعاه، الرز مغسول بس. طبعا انا استخدمت عندي نص كيلو. ممكن تستخدموا اكتر او اقل على حسب عدد الافراد عندكم، وعلى حسب ما انتوا عايزينها يعني تكفي كام فرد. خلاص. هصفي الرز طبعا وهنزل بيه بعد ما المية تغلي على طول. كده احنا مش هنضيف اضافات تانية، كده كل حاجة جاهزة عندي للكبسة. حطينا الملح، حطينا التوابل كلها. خلاص اللحمة عندي مستوية. مش فيش عندي حاجة هتستوي غير الرز. هو انا هستنى بس ان الرز يستوي، هقلب كويس وهغطي عليها وهسيبها تتشرب ويتعامل معاملة الرز العادية جدا. محدش يقول لي المية كتيرة، الرز البسمتي دايما بيحتاج مية كتيرة، وانا عن نفسي مش بعاير ابدا في الرز البسمتي المية. بحط مية كده على حسب ما انا شايفة، وتكون مغطياه بحبة حلوين كده، يعني بعقلة ونص تقريبا. لان الرز البسمتي عندي مش زي الرز المصري، الرز البسمتي بيحتاج ميه كتير للسوا ومش بيعجن ولا حاجه، ما تقلقوش. خلاص كده بدأ يتشرب. هغطي عليه بقى وهدي النار واسيبه يستوي عادي جدا. خلاص. اخد معايا حوالي ربع ساعه، كان مستوي بالجمال ده. وطبعا زي ما انتوا عارفين اللحمه كمان عندي كانت مستويه، فالاتنين اخدوا بقى من طعم بعض. عايزه اقول لكم حاجه في منتهى الروعه. تعالوا بقى يلا نغرفه. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين الرز عندي طالع مفلفل وجميل ازاي، مش معجن. ما تقلقوش ابدا ابدا من كميه الميه اللي احنا ضفناها. زي ما قلت لكم، لو الميه زادت منكم في الرز البسمتي مفيش اي مشكله، ما تخافوش وما تقلقوش. الرز البسمتي بيحب الميه الكتير. اخدت مني بالظبط في تحضيرها كله ساعه ونص بس. ما فضلتش واقفه جنبها، مفيش خطوات كتيره زي ما انتوا شايفين. مفيش غلبه كتير، مفيش مواعين، هو كله في حله واحده بس. وكانت معايا احلى طبق كبسه، طعمه رهيب جدا جدا بجد، حلو قوي، هيعجبكم جدا. سهل وبسيط. شايفاه ان هو ينافس اكلات المطاعم بالطريقه دي. جربوها هتعجبكم جدا. بس ما تنسوش لو عجبكم الفيديو من فضلكم لايك وشير. ولو كنت اول مره بتشوفوا قناتي على اليوتيوب فيشرفني جدا اشتراككم في القناه وتفعيل زر الجرس كمان. واقول لكم مع الف سلامه وبالهنا والشفا.